عايز اقول لكم عبارة يا ريت ايضا تحفظوها. ليس المهم فقط صوم الجسد انما صوم النفس. ليس المهم فقط صوم الجسد انما ايه؟ صوم النفس. لان الصوم ليس مجرد فضيلة للجسد. ربنا الجسد ده بالنسبة له ملهوش قيمة. ده الكتاب بيقول اهتمام الجسد هو موت في رومية 8. إن عشتم حسب الجسد فستموتون. اهتمام الروح هو الحياة. بيقول لا تهتموا بما تأكلون ولا بما تشربون. وبيقول اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي الحياة الأبدية. إذا حكاية الجسد دي نخليها على جنب. المهم إن نفسك تصوم. نفسك إيه؟ تصوم. ممكن تصل إلى درجة لطيفة إذا أنت مشيت في الصوم كويس. وهكذا لا تكون بجسد صائم إنما بجسد زاهد ناسك. في الأول بتضغط على نفسك إنك ما تاكلش ده وتاكل ده، وبعدين نفسك بتزهد هذه الماديات، بتزهد شهوة الجسد، بتزهد المادة عموما، وتصل إلى درجة الزهد أو النسك. هو ده الصوم الحقيقي.